Scene 18 by Code Quest, your VS Code Copilot. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه الأخبار؟ معاكم حنان من كودكاست. احنا الفترة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم عن سين 18 وعن الفايب كودينج. الناس اللي مش عارفة مين سين 18، سين 18 هو عبارة عن AI agent كودينج مصري powered by CodeQuest مبني على open source technology. لو ما عندكش سين 18، كل اللي محتاج تعمله انك هتروح على الاكستنشنز، تعمل سيرش على بكلمة سين، هيظهر لك على طول ايه سين 18، تقدر تعمل له انستليشن. دلوقتي إحنا كنت حابة النهارده إن إحنا نجرّب سوا. طب لو أنا عايزة أعمل website شبه حاجة موجودة، أنا ممكن سين 18 يساعدني إزاي في نعمل الموضوع ده. فمثلًا لو رُحنا كده على الwebsite بتاع العربي، بما إنه ناس كتير بتبقى حابة تعمل حاجات bit list أو حاجة stores، ممكن أعمل حاجة زي كده إزاي؟ أول حاجة نخلّينا نanalysis الsite ده هو عبارة عن إيه. أنا عندي الأول في اللي أنا عايزة أعمله، أنا عايزة أعمل site بيlist الproducts بتاعتي. طب أنا عايزة أعمل الfeatures اللي موجودة هنا، في search، في أنا عندي كذا حاجة، حاجة بتعرض لي الخصومات، حاجة بتعرض لي المنتجات، حاجة بتعرض لي العلامات التجارية. عندي هنا كده زي slider بيعرض لي صور. عندي الproducts، وكل products عليه الtitle وعليه إن أنا ممكن أضيفه والسعر. ممكن أشوفه، ممكن أعمل له زي save. طبعًا لمّا بادوس على أي product بيتفتح لي الdetails بتاعته، والdetails بقى بيبقى فيها إن أنا ممكن إيه أضيفه للcart وهكذا. أول حاجة إحنا محتاجين نعملها إن إحنا إيه نمشي واحدة واحدة. أنا الأول هاقول له إن أنا I want store store and I want to make website that show my products. فأنا الأول قُلت له أنا store وعايزة أعمل website يshow الproducts بتاعتي. تمام، هو كده عمل HTML وبيعمل الstyling. من وجهة نظري إن أنا هاضبّط الfront end كلّه، وبعدين هاطلب منّه إن إحنا نعمل back end ونintegrate مع الback end. بس خلاص أنا شكل الfront end بقى واضح بالنسبة لي وبقى تمام، فهابتدي أشتغل على الإيه، على الback end بتاعي. ماشي، هو حتى هو افترض إن الdata لسه عنده، فتمام جدًا. هنقول له بعد كده الداتا دي جاية من database وهو هيبتدي إيه يبني لنا على أساسها. بس الأول نضبّط الشكل ونتأكد إن إحنا عملنا كل الfeatures اللي إحنا إيه، اللي إحنا عايزينها. ماشي، هو دلوقتي بيبني الfunctionality. تمام، هو خلّص الtask. خلّينا إيه، تمام، هو عمل لي store أهو. سمّاه العربي عشان أنا كنت حاطاه في folder، كنت عاملة folder already اسمه العربي. عمل لي الcards، وكل card بتعرض الshow والdetails. لو ضغطت على الديتيلز جوه هو بيعرضها لي في موديل. تمام. contact us. تمام، حلو جدا. view products electronics. تمام. طب انا عندي هنا for example مثلا الستايل ده مش احلى حاجة بالنسبة لي، فانا عايزة اقول له مثلا انا عايزة more interactive. I want the style and I want each product أنا open any details. أنا عايزة البرودكت يفتح details page، آه، مش عايزاه إن هو interactive.
مش عايزاه إن هو يعني عايزاه يفتح الpage، مش عايزاه إن هو يفتح لي model. دي حاجة. تاني حاجة مثلًا إن أنا عايزة I want to add tools إيه to have ability to save some products. فأنا عايزة أخلّي الstyle interactive، عايزة أخلّيه يفتح page تانية، عايزة أخلّيه إن هو يعني إن أنا أقدر أsave بعض الproducts لحد ما هو يخلّص. خلّينا نشوف كده إيه، نtest هو كل جزء ماشي وعمله تمام. أوكي الicons دي مش integrated. أوكي هنا ده الفلتر شغال تمام. خلينا نشوف هو عمل ايه. طبعا كان ممكن الافضل ان انا ابتدي اطلب فيتشر بحيث ان الفيتشر اللي تبقى شغاله تمام وتستها يبقى بالنسبه لي دي خلاص هطلب الفيتشر يعمل لها كوميت واطلب الفيتشر التانية وهكذا يعني. فاحنا كل ده لسه بنعتمد على static data، ما بنعتمدش على data جاية من database. احنا كل ده بنحاول نبص نظبط الشكل الفيتشرز اللي احنا محتاجينها. بعدين الستيب التانية نبتدي نقول طب احنا عايزين خلاص الشكل بالنسبة لنا تمام والستايل تمام وكل حاجة تمام، يلا الداتا دي بدل ما هي تبقى static تبقى dynamic. هو كده ماشي على كل الحاجات اللي انا طلبتها منه واحدة واحدة، نبتدي ايه بينفذها. طبعا زي ما قلنا الافضل ان احنا نطلب حاجة حاجة زي اي ديفلوبر بيعمل تاسك. فهو برضه ماشي واحدة واحدة. فكان ممكن قبل ما أنا أطلب منه حاجة تانية فراح أتستها وبعد وأطلب منه فيتشر وهو شغال أبقى أنا بتست الفيتشر اللي أنا طلبتها الأولانية يعني. تمام. بص هو دلوقتي خلص كل الفيتشرز اللي أنا طلبتها منه. خلينا نفتح كده ونشوف التشينجز الإيه اللي حصلت. تمام. هو أول حاجة ضاف لنا الويش ليست أو السيفد ايتمز. فأنا لو رحت بقى للبرودكتس ألاقي إن أنا المفروض بقى عندي نظريا حاجة كده بتقول إن هي تمام. لو أنا حطيتهم في السيفد وده هو بقى موجودين في السيفد ايتمز، لو رحت هلاقي الاتنين. عظيم جدا. لو قلت فيو الديتيلز هيجيب لي كده الايه الديتيلز بتاع البرودكت ده بكل الايه بكل التفاصيل بتاعته. كده احنا في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم شفنا ازاي ممكن نعمل يعني نعمل ويب سايت لستور او ليستنج ابلكيشن لأي business. بس ده بstatic data. الفيديو اللي جاي إن شاء الله استنونا عشان نشوف إزاي هنحول الويب سايت ده من إن هو بيعرض static data لإنه هو يعرض dynamic data جاية من الداتابيز. شكرا جدا ليكم واستنونا في الفيديو اللي جاي. وقولوا لنا رأيكم في الكومنتس ولو حابين تعرفوا عن أي حاجة تانية أو نجرب بسين 18 أي حاجة نفسكم تجربوا بيها ابعتوا لنا واعملوا شير وسبسكرايب ولايك للفيديو. شكرا جدا ليكم. مع السلامة.